السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في لقاء جديد. يواصل الجهاز الفني الجديد بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس الاستعداد لخوض مباراة جديدة أمام بتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري المصري، ضمن خطة الحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي داخل القلعة الحمراء، لأسيما بعد أن ودع الأهلي بطولة دوري أبطال إفريقيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بمجموع المباراتين أمام نظيره صن داونز بطل جنوب إفريقيا من الدور قبل النهائي للبطولة. وقد تعادل الأهلي مع بيراميدز بهدفين لكل منهما في الجولة السابقة بالدوري، لينفرد بيراميدز بصدارة الدور برصيد 44 نقطة، ويقترب من تحقيق حلمه بالفوز بالدور لأول مرة في تاريخه، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ليزداد موقفه صعوبة للاحتفاظ بلقب الدوري للعام الثالث على التوالي. على الجانب الآخر، خسر بتروجيت أمام النصر البورسعيدي ب4 أهداف دون مقابل في الجولة السابقة بالدوري. هذه النتيجة رفع المصري رصيده إلى 34 نقطة في المركز الرابع، فيما بقي بتروجيت في المركز السابع برصيد 25 نقطة، ويدخل الأهلي المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 40 نقطة، ويهمه الفوز على بتروجيت ليستمر في مطاردة بيراميدز على القمة ومنافسته على لقب الدوري، بينما يدخل بتروجيت المباراة وهو في المركز الثامن برصيد 25 نقطة، ويأمل في الفوز على الأهلي ليدخل في المربع الذهبي، وتزداد فرصته للتأهل لبطولة الكونفدرالية. ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت يوم الأربعاء القادم الموافق 30 من إبريل على استاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري. وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والسودان وسوريا والأردن وليبيا ولبنان وفلسطين، والساعة 6 مساء بتوقيت الجزائر والمغرب وتونس، والساعة 8 مساء بتوقيت السعودية والعراق واليمن والكويت والصومال والبحرين وقطر، والساعة 9 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، والساعة 5 مساء بتوقيت موريتانيا. وتنقل قناة أون تايم سبورت مباراة الأهلي وبتروجيت ضمن منافسات الجولة الثالثة بمسابقة الدوري المصري في وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية. تمنياتي لكم بمشاهدة ممتعة، وإلى لقاء جديد.